دكتور شريف، في ترندات وشائعات بتتكلم عن عدم وجود أي نقوش أو رموز عن أنبيائنا الكرام على الجدران. الفكرة، هل في وجود للأنبياء في الحضارة المصرية القديمة؟ هم كانوا موجودين، وارد جدا يكونوا موجودين في مصر القديمة، ولكن عدم وجود ذكر ليهم مش معناها عدم وجودهم خالص. عدم ذكرهم على الآثار المصرية القديمة، وده بسبب ان الحكومة المصرية القديمة كانت حكومة ليها نظام ديني ونظام عقائدي قديم جدا، صعب ان هو يتغير، وخصوصا ان هو كان مرتبط بالملكية. يعني صعب ان ملك يغير دينه او يغير عقائده اللي كانت ضاربة 3000 سنة في المنظومة المصرية القديمة. ولكن فكرة إيمان المصريين بالأفكار بتاعة الأنبياء الكرام وارد جدا إن هي تكون موجودة، زي الفكرة اللي خدها أخناتون، ولكن هو ما خدهاش بنفس الشكل. هو ممكن يكون بلورها وطورها، ولكن خدها برضه بنفس النظام اللي كان عليه أجداده المصريين القدام. للشائعات حول وادي الملوك الأول، وهل في أنبياء مدفونين في وادي الملوك الأول؟ الأول لازم نعرف إيه حكاية وادي الملوك الأول ده. في وادي الملوك اللي احنا كلنا عارفينه، اللي موجود في الأقصر، اللي هي طيبة القديمة. ده الوادي اللي موجود في البر الغربي، اللي اتدفن فيه كل ملوك الأسرة 18 والأسرة 19 وبعض ملوك الأسرة 20. ولكن ظهرت شائعات وادعاءات ان في وادي اسمه وادي الملوك الأول موجود في منطقة الجيزة ما بين الصف وأطفيح، وان المنطقة دي فيها كنوز وفيها جواهر وحلي وفيها أسرار الحضارة المصرية القديمة ومخطوطات وحاجات من ورا العقل. ولكن مفيش حد طلع لنا أي دليل، مفيش حد صور لنا أي الآثار أو أي الكنوز الموجودة دي. لما حبوا ان هم يضخموا الموضوع قالوا ان في 4 انبياء كرام مدفونين في وادي الملوك الاول، ولكن في الحقيقه احنا عارفين لحد كبير اشهر او اهم الانبياء الكرام واماكن دفنهم. طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام مدفون في المدينه المنوره. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام دفن في مغاره المكفيله في مدينه الخليل، وحفيده سيدنا يعقوب وسيدنا اسحاق. سيدنا يوسف اتدفن في مصر، ولكن لما خرج سيدنا موسى وقومه جابوا رفات سيدنا يوسف ودفنوها في منطقة فلسطين. هنلاقي ان سيدنا موسى برضو اتدفن في جبل نيبو عند الأردن، وبالتالي ما فيش ذكر للأنبياء الكرام ان هم اتدفنوا في مصر. لا كده فهمت. ميرسي لحضرتك يا دكتور.